فاكر ده يا مشجع يا مدريدي؟ فاكر اللحظة دي؟ تعال اعرفك وافكرك عشان بس ايه نبقى حاطين النقط على الحروف. زعلنا وخلاص وعدينا الموضوع وعدى كام ساعة وعدى يوم كامل عشان نقدر نتكلم في حاجة مهمة قوي، ومش انا حتى اللي متكلم عنها، راجل اسمه كريم فوزي مشجع مدريدي محترم، اي الكلام والله لازم تسمعه. قال جملة كده علقت في ودني، سيبك بقى من اي حاجة خالص. قال لك فاكر لما كنت خارج من الكلاسيكو اللي فات في الدوري قدام برشلونة وانت كسبان 2-1 بتغلط في لعيبة ريال مدريد؟ لا لا لا، اسمع اسمع اسمع، مش بتغلط فيهم زي ما احنا كنا بنعمل امبارح عشان ماتش عرة واداء عرة، عشان ما كسبتش برشلونة عشان كنت قادر تحط في برشلونة التالت والرابع والخامس والسادس، وما عملتش كده وما دوستش اكتر. ده تشابي الونسو. ده تشابي الونسو اللي ما كانش عاجبكم، ده تشابي الونسو اللي مشيتوه وفضلتوا اللعيبه عنه، ده تشابي الونسو اللي فيه البعض بتقول ان تشابي الونسو كان لازم يمشي. حتى الكلاسيكو اللي خسروا بعدها وكان سبب في رحيل تشابي الونسو، الكلاسيكو ده صنع فيه 7 فرص محققه للتسجيل، وده اعلى رقم في التاريخ اتصنع لريال مدريد. الماتش اللي خسروا من برشلونه صنع فيه اعلى رقم اتصنع في تاريخ الكلاسيكو الريال مدريد. انت متخيل؟ اللي كنت متضايق من تشابي الونسو الفرق بقى 14 نقطه، 14 نقطة لبرشلونة في الدوري. صدق اللي قال ان احنا مش وش خير.